السلام عليكم، معكم ميني بمقطع جديد. قصة اليوم أو بالأحرى حادثة صارت أول البارحة بمحافظة بابل للطفلة ريتاج البديري المقدورة. وهاي رسالة للأهالي إنه لا تتركون أطفالكم بهيج وضع. وبعدين شنو السالفة صايرة هاي الجديدة على الأطفال، يعني صاير الموضوع. خلينا نعرف شنو القصة. خليكم ويا المقطع لأن راح أخلي لكم أحد أفراد عائلة ريتاج البديري يحجون بالقصة بآخر المقطع. خليكم ويا الفيديو. بعد ما نسينا حادثة موسى ولاء اللي صارت قبل أكثر من شهر، والناس عافت نست الموضوع وتعايشت وأخذت جزاءها. عذراء الجنابي المجرمة، عذراء الجنابي، انه صار إلها حكم. بس هذا هم الحكم مو مقنع. شنو 6 سنين تنحبس بعدين تطلع؟ يعني هاي بعدين اذا طلعت ممكن انه تسوي الاكبر منها، اكبر من حادثة قتل ابن رجلها. يعني مو مقنع القرار، فلازم يصير تعديل للقرارات أو تعديل للقانون اللي تخص هاي الأمور اللي تعني في الأطفال، تعني في الكبار همين أكو موجود. يعني هسه أكو هاي القصص. هسه هاي قصة ولاء موسى اللي طلعت للإعلام. أكو هواية من عندهن ما طالعات للإعلام، وناس ما حاكية بيها. وصحينا على قصة أو حادثة قبل يوم، حادثة ريتاج البديري من محافظة بابل. بعد ما الناس تناست موضوع ولاء موسى شوية تناست، وقلنا العالم توعت، وقلنا العالم قامت تخاف من الله، وقلنا العالم قامت تخاف من القانون شوية. قلنا وعوا، قلنا كافي، قلنا يعني شنو هي، شنو يعني انت تتشجع على طفل؟ بالنهاية صعد ولا نزل طفل، غلط ما غلط طفل. وهاي الحادثة جديدة هاي ولا العفو ريتاج البديري. شنو موضوعها؟ يعني شنو طفلة عمر 9 سنين تقريبا تطلع من بيتهم تروح البيت جدهم الساعة 2 الظهر. زين، هي الأهالي يعني هم الغلط من الأهالي. ولو هي يعني أمان، خلينا نقول مأمنة الناس بيناتهم يروحون يطلعون جهالهم، بس ما توصل لهاي الموضوع. فطالعة هاي البنية رايحة البيت جدها وراجعة بثنتين ونص الظهر تقريبا، وراجعة لأهلها. وراجعة طالعة النوب دازيها البيت جدها. بالكاميرات شايفين انه عابرة الشارع دا تروح البيت جدها، دا توصل واسطة مكان ومختفية عن الكاميرات. واسطة هذا المكان اكو بيت موجود. هذا البيت فيه مرة موجودة ساكنة بمحافظة بابل. هاي المرة مستدرجة هاي الطفلة، مستدرجتها شوي مستدرجتها ومخليتها الطب. منهم خليتها الطب على اساس انه كاتلتها، وبأبشع صورة كاتلتها. ما اريد اشرح اني، راح اخلي لكم احد افراد عائلة ريتاج يحكي الموضوع. انا ما اقدر اسولف بيه لان بشع حيل، بس اتمنى تشوفونه للاخير الفيديو حتى تتوعون، حتى الناس تتوعى. واتمنى هذا المقطع ينشر حتى الناس تتوعى وتتحذر، لا تأمن لأي هجان. فهاي البنية طالعة مستدرجتها هاي المرة جيرانهم بعد تقريبا بيت أو بيتين عنهم، مستدرجتها وماخذتها وكاتلتها ومقطعتها وحارقتها وذابة، مقطعتها وذابت
اللحم مالتها بسطل، فمختفية مفتقديها أهلها. هاي ورا ساعة مفتقديها، أبوها مخابر على أمها قال لها خلي قيتاج تحضر لي الهدوم أني راح أجي أريد أطلع. فأمها قال للأخو قيتاج، قالت له قيتاج وين؟ قال لها ببيت جدي. يعني هم باعتقادهم راحت البيت جدهم لأن هم دازيها أصلا. والله ورا ساعة يعني صار تقريبا بالأربعة العصر وقيتاج ماكو. ظالين يدورون مش يعني مفتقديها، فظالين يدورون ماكو، مختفية من المنطقة. مخابرين بيت جدها وطالعين الناس يدورون بالبيوت فما لاقيها أبدا. فبعد ما قدموا بلاغ عند الشرطة انه صارت حالة اختطاف او فقد الطفلة هاي. جايين الشرطة وشايفين الكاميرات ومطوقين المنطقة بالكامل، منطقة الإسكندرية هي ببابل، مطوقين المنطقة. فشايفين مكان، هذا المكان اختفت من عنده قيتاج، هذا المكان شاكين بهذا البيت. فرايحين مفتشين البيوت كلها ملاقين كل شيء. فراحوا لهذا البيت. هذا البيت صاحبة هذا البيت قايلة لابنها أنا راح أروح الميسان. زين ميسان بينها وبين بابل تقريبا 318 كيلو. زين رايحة هي هاي المرة، بس بالكاميرات ما تدري الله من يريد يكشف واحد. ايش قايلة قبل لا تروح الميسان على أساس ايش جاية قايلة الأهل قيتاج، قالت لهم هذا المفتاح مال بيتي، إذا تريدون خلي يفتشون الشرطة أو تريدون يعني اقعدوا بيه. يعني هم عادتهم هناك إنه من يصير حادثة أو من يصير مثلا فاتحة لا سامح الله أو عرس الناس تفتح بيوتها، لأن البيوت هاي واحد يعرف الثاني مو غربة. بس هاي المرأة اللي صاحبة هاجر هاي المجرمة هاي ساكنة من قبل 3 سنين أو 5 سنين بهاي المنطقة، يعني جديدة، والباقين لا قدامى. أهل قيتاج من 53 سنة هم ساكنين بمنطقة الإسكندرية ببابل. فمختفية قيتاج. وهاي المرة جاية على أهل قيتاج قالت لهم هذا مفتاح البيت، خلي الشرطة إذا تريدون طبوا يدورون حتى تبعد الشبهة. فايش قايلة لأحد الزلم الموجودين الولد من أهل قيتاج، قالت له هذا مفتاح البيت إذا تريدون طبوا بيه. حتى شو تسوي؟ حتى تورط أهل قيتاج أو أحد أهل قيتاج بالموضوع. فما حد ماخذ المفتاح. فايش قال هي؟ قال أنا راح أروح الميسان. فأطالعه شايفيها بالكاميرات إنه هي رايحة جاية من جهة تقريبا يعني العفو النفايات تكرمون، شايفيها تجي من جهة النفايات وتحكي ويا نفسها بالكاميرات، إنه شايفيها تحكي ويا نفسها. فشاكين بالموضوع. فجايين على هذا البيت مال هاي المرأة ما لاقين أحد، الباب مقفول. فجاي ابنها بهاي الأثناء قال له أمك وين؟ افتح الباب نريد نطب نفتش. قال لهم ما افتح لكم الباب. ابنها ما يدري شنو السالفة، يعني إلى يوما هي قبل الموضوع اضطرت بيه يعني تبعد بيه. ابنها تقريبا 5 أو 6 علمي. فقالوا لهم ما افتح لكم الباب. أمك وين رايحة؟ قالوا له، قال لهم رايحة الميسان. قالت له زين ميسان 318 كيلو تقريبا، شنو صونك مثلا انت تروحين وترجعين بنفس اليوم؟ ماكو يجحج. فقال لي خابر امك شوفها وين. فبهاي الاثناء مخابرها قالت وين؟ ذول يريدون المفتاح يريد يطبون. فطابين. فهي هاي مرة جاية فطابين لاقين اكو لحم بسطل حاطة
محطوط سطل واكو لحم بيه. قال لي لهم ايش قالت لهم؟ قالت لهم ذابحين طلي، وهاي اللحم، هذا اللحم محترق، لحم هاي البنية ريتاج. فلان مقطعتها وضامة اجزاء من عندها بجنطة، واجزاء من عندها ذابتها بالزبالة. فمن دا يدورون لاقين اجزاء من عندها. فهاي المرأة من لازميها هي وجهالها ورجلها، فمعترفة انه هي مسوية هذا الفعل. زين انت مسوي هذا الفعل بدافع شنو؟ زين هي يعني اهل غيتاج يقولون ما عندهم شي ويا المرأة، وتجي ويطبون ويطب لهم ويطبوا لها. بس انت بدافع شنو سويت هذا الموضوع؟ يعني وصلت بيكم المرحلة تسوون هيك بالجهال؟ يعني هسوي طفل صعد نزل طفل، ليش هيك؟ يعني الله ماكو؟ استغفر الله، يعني ما تخافون انتو بظنكم الله ماكو مثلا؟ يعني شلون باكر؟ يعني باكر ما راح تموت، شو راح تقول له الله والله ما ادري؟ شنو ما تدري؟ يعني ترى عجيب، والله عجيب، يعني فوق الدم السالفة. وانتو الاهالي شنو هاي الثقة تطلعون جهالكم الظهريات تدزون بيهم؟ ما يصير هذا الكلام. واخليكم مهم اخليكم ويا احد افراد عائلة ريتاج تسمعون القصة من عنده. خليكم ويا الفيديو للنهاية، اتمنى تسمعونه واتمنى تنتبهون لجهالكم ونفسكم. المغدورة ما قدرنا نأمن اتصال صورة وصوت، ولكن راح نكتفي فقط بالاتصال الهاتفي بعمة الطفلة السيدة ضميرة البديري. حياك الله سيدة وعظم الله أجركم. وما أعرف شو أقول لك يعني بصراحة، يعني أنا عاجز عن وصف بشاعة الموقف والألم اللي احنا دا نشعر به بعد هذه الكارثة. فحياك الله وتفضلي. وصلت درجة الإجرام اللي قمنا نتفنن بتعذيب الأطفال، قمنا نتفنن ما أعرف يعني شنو اللي دا يصير، شنو اللي يغير فكرة الناس، شنو اللي يغير فكرة المجتمع. التعذيب والتفنن بتعذيب الطفل ما أعرف. زين، نعم. شنو اللي صار بالضبط؟ تقدرين توضحي لي الصورة؟ الطفلة بيتها بيت أخويا عن بيت أهلي 4-5 بيوت، يمكن 5 بيوت إذا ما أبالغ 4. البنية تروح وتجي البيت جدها، يعني منطقة أمينة جدا أمينة، أي شيء ما صاير بيها. أني أبويا يمكن صار له 53 سنة في هاي المنطقة، ما صار بيها لا خطف لا طائفة، كل شيء ما صار بيها. البنية تطلع وتروح وتجي البيت جدها. طالعة الظهر بس 2:30 ما طافي الكهرباء، ثلج ما عندهم، تريد تجيب ثلج من بيت جدها. فجاي على جدها مش شاقيه وياها، قالت له جد نريد ثلج. قالها ايش طلعت هاي ثلجكم من عندي؟ مش شاقه وياها وحاضنها وبوسها 10 سنوات. هاي رايحه راجعه النوب، ما تريد تجيب، ماكو. الكاميرات رصدت وصولها البيت المجرمه واختفت. بيش الساعه بالضبط؟ ب3 2:30 3 2:30 3 الظهر. زين. نعم. بعدها يتفقدون هم اهلي، يتفقدون الاطفال. اخوي حريص عليها وجدا، هي هاي عزيزته. فكل شويه يتصل، رتاز لا تطلع، فلانه لا تطلع، دير باش عليهم. متصل قايل لها خلي رتاز تحضر لي ملابس راح اجي اطلع. رتوجه صغيرونه اللي مدلله ماكو، صايحه على اخوها. قالت له حسين شوف رتاج ببيت جدك. جاء قايل لها اي مأمن انه هي بيت جدها. صارت ال4 رتاج ماكو، طلعوا يدورون ماكو. بيت جدها بيت خالاتها قلبوا البيوت، قلب البوفيات، الاسطوح، تانكيات المي. الناس هجت هرعت للشول، اكو قدامنا شول. ما خلوا ما دوروا الا ان بلغ، يعني استنفذوا كل السبل. يلا بلغوا القوات الامنيه. بعد ما بلغوا القوات الامنيه اجوا بحكم انه قدماء بالمنطقه وابن عمك ابن خالك، اجوا الناس هرعوا. دوروا فتشوا وللصبح ندور احنا ماكو. بعد ما صارت 24 ساعة صارت اعتبرت حالة خطف، صار بلاغ رسمي. هاي بنفس الليلة جابوا قرار قاضي، افتروا على البيوت. قالوا تجي نسوان 2 من البيت
كل وحده تلزم اتجاه، خاف نسوان بالبيت يطبون على غرف النسوان. احنا بحكم جوارين ما متوقعينها اصلا، لان هي المره المجرمه تطب وتطلع على اهلي، تروح وتجي بيت اخويا تودي لها هدايا. ما هذه كانت براسنا عليها انه اكو مخيلتها في شيء اجرامي. ف جايه لاهلي، مره لاهلي ورايحه البيت اخويا تريد تطمئن انه احنا مدورين عليها ساعه بالاربعه، ما مدورين عليها مباشره. بعد طلعت قايمين يدورون عليها، ابوهم خابر عليها. فمن قاموا يفترون بالبيوت، من قاموا يفترون بالبيوت دوروا لقوا شو اسمه، ما لقوا شيء. وخواتي يستحن، خواتي اثنين عمات البنيه عمات رتاج، قاموا يطبون ويطلعون ماكو شيء، ناس ببيوتها نايبه، وطلعوا ورجعوا. شدتنا الحاله، عادوا الكاميرات، اجى فريق من الحله، اجى فريق من بغداد. هذول شنو الفرق؟ هاي شنو الفرق؟ امنيه شنو؟ لا فرق امنيه بلاغ رسمي، استخباراته من وطني. حلو. طيب كل الجهات جتي، ما يعني بالقوات الامنيه مشكوره بكل اصنافها. فجو افتروا، ركزوا على هذا المكان، قالوا الطفله هنا اختفت. احنا اصلا ما متوقعين، لانه قبل لا يكشفون الجريمه يمكن بساعتين او ساعه ونص هي المره طابه علينا، الناس طب وتطلع علينا، هي طبت قعدت. اني نظريا كنظره الها المره طبت قعدت، باوعت عليها ما ارتاحت لها. اختي الثانيه قاعده قلت لها اقول لك مشتبه بيها، كان تقول لي لا مره فطيره عوفيه، شوف قد ما قلبنا فطيره ونحب الناس. شو ورا شويه قبت ريحه عطابه. انا صار لي شهرين يمه اللي مريضه. يعني انت كنت يمهم؟ ما يشعلون نار. ست ضمير، انت كنت يمهم وبداوا يحرقون شيء؟ اي قامت المبردات، ريحه بيبان مفتحه، ناس طابه طالعه عليه. هاي بيت المريه؟ بيت المريه لو بيتكم؟ عيني؟ هاي بيت المريه لو بيتكم؟ بيت المجرمه لو بيتكم؟ هاي لا احنا قاعدين ببيتنا بعدنا. تمام. فقمنا نضوج من الريحه، المنطقه امتلت ريحه من اشعاع النار، ما يشعلون النار. تجي الكابسه اجل لكم الله تاخذ النفايات وتروح. زين. فماكو لليل طوقت المنطقه. ابني راد يرجع لبغداد، رجعوه قالوا له لا حد يروح ولا حد يجي. شددوا على بيت المراه، قالوا اذا ما كل يوم نجيب كينايد. الضابط اللي كان مسؤول على الفرقه اللي جايه شدد، قال هذني البيتين، البيت اللي مقابل اهل الركن، بيت اهل الركن واللي بصفه هي مسجاد. قالوا ذني ينخبوا النخب. ما قبلوا، هي سوت، هي كانت يمنا قاعده قالت لهم انا رايحه للسماوه، مبقي ابنها والمفتاح يمه، انه بكل ساعه تجي على اهلي، هذا المفتاح خلوه يمكم، بيتي فارغ خاف يجيكم ناس، تريد تورطني النوب. ولد اختي هاكم المفتاح، جرب نختي الصغير بس تعال طب انا خيتك تعال ارتاح هنا. ما قابلين يطبون. الضابط عنده فد نظره، فد نظره، قال له تعال. ايش قالت لك؟ قال له ما ادري، قلت تعال طب لي البيت. هي راحت بهالاثناء هذا لليل صارت ظلمه، كان يقول له وين امك؟ قال له ما افتح الباب. الولد ما يدري، قال له ما افتح الباب، امي ما موجود. قال له خابر امك خل تجي. خابرها شنو انت بالسماء وشنو راسا جيتي؟ عبن دم البنيه ما يروح. قال لها فتح الباب، ما قبل ابنها يفتح الباب، هي ما قبلت تفتح الباب، دفروا الباب، قالوا القوات كلها تطب. من طبت القوات، فتشوا البيت، فتحوا الكنتور، لقوا سطله بالكنتور بها لحم. قالت هذا لحم خروف. الله اكبر. خروف اي الله. والدمايه بالكنتور. هم بهالحاله هاي اعتقلوا لبساتهم، لان اكو فد مجتمع يربط بين البيتين. فاللي لبساتهم لا ما عليهم، ما عندهم شيء، طلعوهم. بس هي بقت المرة ماكو راسا احترفت. شنو هاي الريحه؟ ظلوا يدورون ويحققون وقطعوا المنطقه. احنا سووا حتى لا تصير اشتباكات بين، تدري دمنا محترق وولدنا هواي والاقارب متجمعه، راح تصير حرب بالشارع اذا عرفوا انه البنيه هنا. صح. زين. فالقوات الامنيه احتجتنا كلنا بالبيت وطوقت البيت، ممنوع اي احد يطلع، لا مره ولا رجال. طبوا على بيتها، طلعوا السطله مال رتوجه عمت عيني. الله اكبر. وصعدوها وصعدوا الجيران همين، ولحد الان ما قالوا لنا.